هنشرح اللي هي بصريات فيزيائية. فقبل ما نشرح اللي هو الفيزيكال اوبتكس، كان عندنا الأول في سنة أولى كنا بناخد فرع اسمه الجيومتريك اوبتكس. تمام. الجيومتريك اوبتكس دون كان موجود قبل ما الفرع بتاع الفيزيكال اوبتكس دون قبل ما يطلع. ف ليه ظهر فرع الفيزيكال دون؟ عشان عندنا في ظواهر ظهرت جديدة، جت فرع الجيومتريك ده يفسرها، معرفش يفسرها، فعشان كده ظهر لنا الفرع الجديد اللي هو الفيزيكال اوبتكس. تمام. طب ليه معرفتش يفسرها؟ عشان عندنا الجيومتريك اوبتكس دون بيتعامل مع الضوء، عندنا انه الضوء دون بيمشي في خط مستقيم بس. هي فرع جيومتريك دون مؤمن بان او المبدأ بتاعه مثبته على ان الضوء عنده بيبقى ماشي بخط مستقيم. طب واحنا عارفين ان الضوء ده ان الطول الموجي بتاعه صغير جدا، من 400 ل 700 نانومتر. طب تمام. طب احنا كنا في فرع الجيومتريك ده لما كنا بناخد السكاشن بتاعته في سنة اولى، كنا بنستخدم ايه في السكاشن بتاعته؟ كنا بنستخدم العدسات، وكنا بنستخدم المرايات، وكنا بنستخدم المنشور. فحجم القطع الضوئية دي بالنسبة للطول الموجي بتاع الضوء كان حجمها كبير جدا، فعشان كده دي كلها اسباب معرفتش تفسر بيها بعض الظواهر الجديدة. هنا بقى اللي فسرتها مين؟ فرع الفيزيكال. فرع الفيزيكال ده ما تعاملش مع الضوء على انه خطوط مستقيمة زي الجيومتريك، لا، اتعامل مع الضوء على انه ويف، موجة، حتى ان هم سموا الفرع ده بالويف اوبتكس. تمام. واتعامل مع قطع ضوئية حجمها صغير جدا مقارنة بالطول الموجي اللي هو بتاع الضوء. تمام. يبقى ده زي مقارنة صغيرة، ان هنا اتعاملت مع الضوء ان هو خطوط مستقيمة، وان هنا اتعامل مع الضوء على انه موجة، وهنا كان بيتعامل مع قطع ضوئية حجمها كبير بالنسبة للطول الموجي بتاع الضوء، وهنا اتعامل مع قطع ضوئية حجمها صغير جدا بالنسبة للطول الموجي بتاع الضوء. تمام. هنيجي على بعض الظواهر اللي معرفتش تفسرها فرع الجيومتريكال واللي فسرتها فرع الفيزيكال. عندنا اول ظاهرة زي ظاهرة مين؟ زي ظاهرة الديفراكشن. ظاهرة الديفراكشن دي اللي هي الحيود. طب احنا الحيود جه يفسرها فرع الجيومتريكال، فقال احنا عندنا الضوء بيبقى ماشي في خط مستقيم، فلو جبنا حائل هنا فطبيعي ان الضوء مش هيعدي. تمام. طب قال ان لو جبنا حائل بس فيه ثقب من هنا، تمام، وجبنا ضوء ماشي بخط مستقيم، فقالك فرع الجيومتريكال قال ان المسار او الخط المستقيم بتاع الضوء اللي هيعترض الحائل ده مش هيعدي، اما المسار اللي هيعدي من الثقب هو ده الوحيد اللي هيعدي وهيمشي بخط مستقيم. جينا نشوف الكلام ده في التجارب، ما لقيناش ان هو لما بيجي يعدي من الثقب ان هو بيعدي بخط مستقيم، لا، لقيناه بيحيد عن موضعه، زي ما يكون بينتشر. تيجي تفسر فرع جيومتريكال الكلام ده معرفتش تفسر، من اللي فسرته فرع الفيزيكال. تمام. دي اول ظاهرة معرفتش تفسرها عندنا فرع الجيومتريكال. طيب تاني ظاهرة، ظاهرة الانترفيرنس اللي هي التداخل. تمام. طب ظاهرة الانترفيرنس اصلا احنا عارفين ان التداخل بيبقى نوعين: تداخل بناء اللي هو الكونستراكتيف، وتداخل هدام اللي هو الديستركتيف. تمام. هو قال ان احنا لو عندنا موجتين بيعملوا كل حاجة زي بعض وحتى لهم نفس الساعة، يعني لو دي ساعة 5 سنتي يبقى دي الساعة دي 5 سنتي كمان. قال الموجتين دول نفس بعض في كل حاجة، بيعملوا قمم مع بعض وكيان مع بعض وقمم مع بعض.
فطبيعي الموجتين دول لما بيجي يتداخلوا مع بعض بيدونا في الاخر موجة تانية محصلتهم يعني اكبر قدهم هما الاتنين. يعني لو جينا نشوف الساعة دي، الساعة دي هتبقى 10 سنتي. قالك ان التداخل هنا ده بنسميه تداخل بناء. طب لو احنا عندنا موجتين بس عكس بعض، دي لما وهنا برضك الساعة 5 سنتي، وهنا الساعة 5 سنتي، بس دي لما كانت بتعمل قمة دي بتعمل قاع، ودي بتعمل قاع، دي بتعمل قمة، ودي بتعمل قمة، ودي بتعمل قاع. طبيعي لما بيجي الموجتين دول بيتداخلوا مع بعض بيلاشوا بعض، لأن القمة بتلاشي القاع والقاع بيلاشي القمة، فالموجة الناتجة مفيش موجة أصلا لأن الموجتين لاشوا بعض. تمام. بنسميه هنا ايه؟ هنسميه التداخل الهدام. ليه فرع الجيومتريكال معرفتش تفسره؟ لان هنا اصلا في الظاهرة دي اعتمدت على الضوء على انه ويف، مش على انه خطوط مستقيمة زي ما كانت فرع الجيومتريكال بتفسرها، فعشان كده معرفتش تفسرها. طبعا عندنا الظاهرة الثالثة اللي هي ظاهرة البولاريزيشن، اللي هي ظاهرة الاستقطاب. طب احنا عندنا الاول، احنا عارفين ان التعريف بتاع الموجة اللي هو اضطراب بينتقل وبينقل الطاقة معه. الدليل على كده ان هما جم على بحيرة هادية، بحيرة هادية ما فيهاش موجات، وحطوا عليها قطعة فلين، وبدأوا ان هما يهزوا قطعة الفلين دي في البحيرة. فطبيعي إيه اللي هيحصل؟ هيظهر موجات. ده ان هو معناها ان في اول تعريف للموجة ان هو اضطراب اللي هو اهتزازات. طب بينتقل وينقل الطاقة معه، اثبتوها ازاي؟ ان احنا مثلا لو جينا هنا وحطينا مثلا مركب من الورق، فكل ما احنا بنقعد نهز كتير فالمركب ده المكان بتاعه بيتغير، فدون اثبتوها ان هو اضطراب اللي هو اهتزازات وبينقل الطاقة معه. تمام. طب احنا لو جبنا مثلا الكترون مثلا من الشمس، الالكترون اللي من الشمس دون اكتسب طاقة فهيروح لمستوى اعلى منه، بس مش هيفضل في المستوى دون كتير لان ده مش المستوى الاصلي بتاعه، فان هو هيضطر يفقد الطاقة اللي هو اكتسبها وينزل للمستوى الاصلي بتاعه. طب هيفقد الطاقة بتاعته دي على هيئة ايه؟ قالك هيفقدها على هيئة مجال كهربي مهتز. يعني الالكترون ده لما يجي يفقد الالكترون بتاعه هيفقده على هيئة مجال كهربي مهتز. ده كده المجال الكهربي، والمجال الكهربي بيكون عمودي على اتجاه انتشار الموجة. وقايل لما بيجي المجال الكهربي دون بينشأ بيصاحبه مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ده بيكون عمودي على المجال الكهربي، والاتنين بيكون عمودي على اتجاه انتشار الموجة. طب المجال المغناطيسي ده بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل كده. يبقى ده عمودي على ده والاتنين عمودي على اتجاه انتشار الموجة. تمام. مادام في مجال كهربي وفي مجال مغناطيسي قالك يبقى الضوء هنا عبارة عن ايه؟ الكترو ماجنتيك ويف، اللي هو موجة كهرومغناطيسية. تمام. طب الالكترون ده اللي هو اللي بيكتسب طاقة او ولما يجي يفقدها، هل بيفقدها في نفس الاتجاه؟ يعني هو ممكن يفقدها في الاتجاه ده بس؟ لا، ده ممكن يفقدها في مثلا في الاتجاه ده او الاتجاه ده او الاتجاه ده، فاحنا هنا مش محددين لنا اتجاهات، فطبيعي هنا بنسميها ايه؟ بنسميها امبولارايزد، يعني مش مستقطبة اتجاه معين. فعشان نخليها نستقطبها في اتجاه معين انا عاوزاه بنحط حاجة اسمها بولارايزر اللي هو مستقطب. المستقطب ده بنحطه هنا، دي بتبقى عبارة عن مادة بتلغي كل الاتجاهات اللي الالكترون بيهتز فيها وبتسيبه يفقد في اتجاه واحد، يعني في الاخر هيسيبه مثلا يفقد في الاتجاه ده، فهنا بنسميه ايه؟ بولارايزد ويف. تمام. ده معرفتش تفسره فرع الجيومتريكال، واللي فسرته لينا فرع الفيزيكال. طب هنجيب مثلا البحيرة الهادية اللي احنا كنا واخدينها في النظرية التانية، البحيرة الهادية، وجبنا هنا قطعة الفلين وبدأنا ان احنا نهز فيها. هنبدأ نهز فيها فطبيعي الموجات هتبقى عبارة عن كده. لما نيجي نرسم الموجات دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن قمة، قاع، قمة،
قاع وهكذا. فاحنا عارفين ان القمة اسمها كريست والقاع اسمه طرف. تمام. طب احنا طول ما احنا بنفضل نهز في البحيرة دي احنا بنكون شغالين بزمن، يعني في زمن شغال انا بحسبه. طب احنا هنيجي عند نقطة معينة مثلا في اي موجة هوقف عندها الزمن، هيبقى واقف عندها الزمن. يعني انا هاجي عند نقطة معينة، احنا في مثلا حاطين عند البحيرة دي مركب ورق، طول ما احنا بنهز المركب بيتحرك. لا احنا هنيجي عند مكان هنثبت فيه الزمن دون، يعني الزمن ده شغال عمال يعد في وقت، لا هنيجي في وقت ان الزمن ده هنوقفه بس احنا عاملين نهز في البحيرة دي. فمثلا لما نيجي نثبت الزمن اللي هو at constant time، احنا مثبتين الزمن واحنا عاملين نهز، فطبيعي ان لسه في اهتزازات عمالة تحصل. يبقى هنا ايه اللي بيتغير هنا؟ اللي عمال يتغير المكان، لان الزمن ما بيتغيرش، انا موقفه الزمن، اللي بيتغير مكان المركب اللي عمال يتغير عشان انا عمال اهز. يبقى هنحط هنا ايه عند المتغير هنا في المحور؟ الار اللي هو ايه؟ البوزيشن. تمام. طب ماشي. طب ما دام هنا ار يعني مكان يعني مسافة، يعني لو جينا خدنا المسافة من هنا لهنا هتبقى ايه؟ تبقى الطول الموجي، او من هنا لهنا الطول الموجي، او من هنا لهنا ده برضك الطول الموجي. فالطول الموجي اللي احنا عارفين التعريف بتاعه المسافة بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، او التعريف الاصلي او الادق اللي هو التعريف اللي هو بيكون المسافة بين نقطتين لهم نفس الطول. طب ماشي. هنا ثبتنا التايم، ثبتنا الوقت. لا خلاص احنا هنسيب الوقت تاني، هنسيبه يرجع يشتغل، بس احنا هنبطل هز في البحيرة. فاحنا لما نبطل هز بس نتيجة لشوية موجات كانوا لسه منشوئين، المركب هيتغير شوية، يعني مكانه هيتغير شوية، بس هيكون في اهتزازات بسيطة. بس اللي بيتغير هنا ايه؟ الزمن، لان انا سبت الزمن يشتغل ووقفت الاهتزازات. فهيبقى هنا الزمن ايه؟ هنا يبقى هنا at constant position، وقفت الاهتزازات او وقفت المكان بتاعه، واللي عمال يتغير لنا هنا ايه؟ الزمن. طب لو جينا خدنا المسافة مثلا بين النقطة دي والنقطة دي، محدش يقول لي المسافة دي طول موجي، لا لان احنا المحور هنا بتاعنا فيه زمن، يبقى المسافة من هنا لهنا هيبقى الزمن الدوري. تمام. طب احنا عارفين ان التردد بتاعنا 1 على الزمن الدوري، وعارفين ان السرعة بتساوي ايه؟ بتساوي المسافة اللي هي الديستانس على الزمن اللي هو التايم. تمام. طب لو جينا نعوض في القانون بتاع السرعة، الديستانس دي اللي هي ايه؟ الديستانس دي اللي هي المسافة اللي هنا بتكون ايه؟ بتكون لامدا. والتايم ده اللي هو هنا ايه؟ الطول الموجي. فلامدا على تي بيساوي لامدا في الاف. ده قانون يتحفظ للسرعة. تمام. طب هما ادونا معادلة للموجة، معادلة الموجة اللي هي موجة الدالة. قالك بالمعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان واي بتساوي واي نوت ساين 2 باي على لامدا ار ناقص الفي في التي. تمام. الواي دي اللي هي الازاحة، واي دي اللي هي الازاحة. طب الواي نوت اللي هي السعة. تمام. واحنا عارفين ان اللامدا دي اللي هي الطول الموجي، والار ده اللي هو البوزيشن، والتي اللي هي السرعة. طب قالك لو اللي بتغير في المعادلة دي، قالك ان الار والتي هما بس اللي بيتغيروا في المعادلة دي. يعني نيجي مثلا نكتب المعادلة دي at constant time، ونكتب المعادلة دي at في constant position. قالك في الات constant time احنا مثبتين مين؟ مثبتين التايم، يعني الوقت عندنا ثابت. فلو جينا في المعادلة دي، فمادام احنا مثبتين التايم معناها ان المقدار v في التي ده ثابت. يعني لو جينا نكتب المعادلة، هنكتب المعادلة اللي هي y بتساوي واي نوت ساين 2 باي على لامدا ار ناقص، بدل ما نكتب v في التي هنكتبها كونز. تمام. طب لو قالك عايز الشكل اللي بيعبر عن الرسمة دي، فمادام عندنا احنا قلنا ان الار والتي هما اللي بيتغيروا، فاحنا عندنا التي هنا مكانه ثابت، فطبيعي مين اللي بيتغير هنا في المعادلة؟ الار. فهتختار الشكل البياني اللي فيه ار هنا اللي بيكون متغير. يعني لو جاب لك المعادلة دي وقال لك فين الشكل البياني بتاعها، هتروح
هتختار الشكل ده. طب فين عايزين نكتب المعادلة عند at constant position، يعني الار هو اللي ثابت. ماشي، يبقى هنروح قايلين واي بتساوي واي نص ساين 2 باي على لامدا. الار دي اللي احنا قلناها ثابت ناقص الفي في التي، فمين هنا المتغير؟ التي. فلو قالك ارسم الشكل بتاعه هنختار الشكل اللي فيه التي هو المتغير. تمام. طب المقدار اللي هو 2 باي على لامدا ار ناقص الفي في التي، قالك ان المقدار ده كله بيساوي حاجة اسمها فاي. ايه الفاي دي؟ الفاي دي اسمها الفيز انجل. قالك ان الفيز انجل دي هي اللي بتحدد لنا ان الجسم اما بيكون واقف عند قمة اللي هي كريست، او اما بيكون واقف عند اطراف اللي هو قاع. قالك لو الفاي دي بتساوي لينا باي على الاتنين، او بتساوي لينا باي على الاتنين زائد 2 باي، او باي على الاتنين زائد 4 باي، وهكذا، وبنضاعف المقدار ده اللي هو 2 باي و4 باي، بنفضل نضاعف بيه. يبقى قالك ان المقدار ده كله بيساوي اللي هو 2 باي على لامدا ار ناقص الفي في تي. قالك المقدار ده كله بيساوي موجب 1. يعني ايه؟ يعني الواي هتساوي، يعني المقدار ده كله هيساوي 1، يعني واي هنا هتساوي موجب واي نوت. قالك يبقى الجسم هنا واقف عند كريست. تمام، يعني واقف عند قمة. طب قالك لو الفاي دي بتساوي 3 باي على الاتنين، او 3 باي على الاتنين زائد 2 باي، او 3 باي على الاتنين زائد 4 باي، وهكذا، وبنضاعف برضو الرقم ده. فقالك ان المقدار ده كله هيساوي -1، يعني الواي هنا هتساوي -واي نوت. تمام، يعني هيقول لك الجسم هنا هيكون واقف عند طرف. تمام. هنيجي على حاجة تانية، بيقول لك مبدأ تراكب الموجات. مبدأ تراكب الموجات دي تبقى موجات بتتداخل مع بعض، او موجتين بيتواجدوا في نفس الوقت. لها كذا حالة. هل لو اول حالة ان الموجتين بيكون ليهم نفس البوزيشن، يعني طالعين من نفس المكان، يعني دي لو طالعة في مكان كذا دي طالعة من نفس المكان بتاعها، طيب يعني بيطلعوا مع بعض وبينتهوا مع بعض. فاحنا لو عندنا مثلا موجة كده والموجة التانية كده انتهت في نفس الوقت بتاعتي، يعني طلعت من نفس المكان الموجتين وانتهوا في نفس الوقت. قالك مثلا انا عايز اجمع هنا وعايز اجمع هنا. قالك عايز نتيجة تداخل الموجتين في النقطة دي، نتيجة تداخل الموجتين في النقطة دي. فانت لو مثلا لو سعة الموجة دي ب10 سنتي وسعة الموجة دي ب5 سنتي، قالك عشان اشوف نتيجة تداخل الموجتين عند النقطة دي، فاحنا لو شفنا عند النقطة دي الموجة دي بتعمل ايه؟ بتعمل قمة، والموجة دي بتعمل قمة. فالاتنين دول لما يجي يتداخلوا مع بعض هيدوني ايه؟ هيدوني قمة عالية. يعني ايه؟ يعني هنجمع الاتنين دول مع بعض. يبقى عند النقطة دي هنجمع، يعني 10 زائد 5 تبقى 15. طب عند النقطة دي قالك الموجة دي بتعمل قمة، والموجة دي احنا هنا مثلا هتبقى مثلا هنا، يعني عايزين نقطة تبقى واحدة بتعمل قمة وواحدة بتعمل قاع، فهنا هنطرح. تمام، يبقى 10 ناقص 5 هتدينا 5. تمام، يبقى الجمع الاتجاهي دون اللي هو الواي ريزلت قالك بيساوي ايه؟ قالك بيساوي الواي ايه اللي هو الاتجاه زائد واي بي اللي هو الاتجاه. دي مثلا الموجة ايه ودي الموجة بي. تمام. طب لو الموجتين دول عندهم امبليتيود مختلفة، الموجتين مختلفتين في السعة، والموجتين مختلفتين في الويف لينس اللي هو الطول الموجي، والموجتين مختلفتين في الفريكوانسي اللي هو التردد. يعني احنا مثلا عندنا موجة اهي والموجة التانية كده بالظبط كده. تمام، فمثلا الموجة دي مثلا لها طول موجة 1 ولها ساعة واحد يعني. الموجة التانية دي قالك ان الموجة التانية دي الطول الموجي بتاعها بيساوي نص طول الموجي الاولاني،
والساعة بتاعتها بيساوي 3/4 الساعة الأولانية. فعندك بيبقى مختلفين في الطول الموجي ومختلفين في الساعة ومختلفين في التردد بتاعها. فلما نيجي نشوف تداخل الموجتين دول مع بعض، فعندك الموجة دي بتعمل قمة والموجة دي بتعمل قمة، فالمحصلة هتبقى قمة عالية. طب دي بدأت تعمل قاع ودي كانت لسه في القمة، فالاتنين هيبدأوا يلاشوا بعض، بس عشان القمة أعلى من القاع فايه هتنزل شوية صغيرين. هتيجي دي بتبدأ تعمل قاع ودي بتعمل قاع، فهتدينا قاع عالي. بس دي لسه في القاع ودي بدأت تعمل قمة، الاتنين هيلاشوا بعض بس هيبقى ايه هتعلى شوية. دي بتعمل قمة ودي هتبدأ تعمل قمة، فانت هتلاقي موجة غريبة احنا مش درسناها، مش الموجة اللي احنا متعودين عليها اللي هي شكلها كده. فدي هيبقى الناتج بتاعها اسمها نوت ساينوسويدال ويف، مش الموجة اللي احنا ناخدها او بندرسها. طب الحالة التالتة بتقول ايه؟ بتقول ان الموجتين دول عندهم نفس الامبليتيود، الموجتين عندهم نفس الامبليتيود وعندهم نفس الويف لينز. فقالك هنا بيبقى في حالتين او نوعين. تمام، قالك اول حالة ان الموجتين طالعين مع بعض، الموجتين طالعين مع بعض ومنتهين مع بعض. طب الحالة التانية او النوع التاني، في موجة سابقة التانية، يعني دي الموجة الاولى اهي والموجة التانية سابقاها، مش طالعين من نفس المكان. تمام، فهنا لما نيجي نشوف تداخل الموجتين دول مع بعض، عندك الموجة دي بتعمل قمة والموجة دي بتعمل قمة، فهيتداخلوا مع بعض هيدونا قمة عالية. ودي بتعمل قاع ودي بتعمل قاع، فهيتداخلوا مع بعض هيدوني قاع عالي. ودي بتعمل قمة ودي بتعمل قمة هيدوني قمة عالية. فالتداخل ده بنسميه ايه؟ بنسميه بالتداخل البناء اللي هو الكونستراكتيف. تمام. طب عندك هنا عايزين نعرف فرق المسار بين الموجتين دول. طب في فرق مسار بين الموجتين دول؟ لا، لان الموجتين دول طالعين من نفس المكان، فمفيش فرق مسار، مفيش موجة سابقة التانية. فقالك ان هنا الباص ديفرنس هنا بيقولك بيساوي 0، او بيقولك بيساوي ايه؟ المعادلة العامة بتاعتها بيقولك بيساوي ام في لامدا. بيقولك الام ده بتعبر عن عدد صحيح، 1 2 3 4. فهو لو جيبلك مثلا لامدا 2 لامدا 3 لامدا 4 لامدا، اعرف ان احنا في نوع الكونستراكتيف. تمام. طب وإن مع ان الموجتين دول شغالين مع بعض في نفس كل حاجة وطالعين مع بعض في نفس، يعني بيطلعوا مع بعض ويعملوا كمان مع بعض وكمان مع بعض، فبيقولك هنا بيبقى الموجتين ان فيز، يعني لهم نفس الطول. تمام. طب نيجي على الحالة التانية اللي احنا عندنا هنا، اثناء لما الموجة دي بتعمل قمة دي بتعمل قاع فيلاشوا بعض، ودي بتعمل قمة دي بتعمل قاع يلاشوا بعض، دي بتعمل قمة دي بتعمل قاع بيلاشوا بعض، فمفيش موجة تانية هتطلع ما بينهم. فالنوع ده بنسميه الديستراكتيف. تمام. طب احنا عايزين نعرف الباس ديفرنس، فرق المسار. الباس ديفرنس ده اللي هو فرق المسار. قالك فرق المسار هنا هيساوي ايه؟ الموجة دي سابقة الموجة دي بمقدار ايه؟ بمقدار نص لامدا. فقالك هنا بيساوي واي على 2. تمام. طب المعادلة التانية، المعادلة العامة زي مثلا دي لما عبرنا عنها بمعادلة عامة، قالك هنعبر بدي بالمعادلة العامة ام زائد نص لامدا. تمام. والام دي برضك بتعبر عن عدد صحيح، وعشان الموجتين دول مش بادئين من نفس المكان فهنا بتكون الموجتين اوت اوف فيز، يعني مش لهم نفس الطول. تمام. هنيجي على حاجة جديدة اسمها هايجنز ويفلتس، اللي هو مبدأ الموجات الثانوية للعالم هايجنز. فاحنا عندنا اصلا قبل العالم هايجنز ده كانوا كل العلماء بيقولوا ان الضوء عبارة عن ايه؟ كانوا بيقولوا ان الضوء ده عبارة عن stream of particles، يعني عبارة عن شوية جزيئات او جسيمات تبقى ماشية جنب بعضها، لحد ما جه العالم هايجنز ده وقال لك لا، ده الضوء مش بيبقى عبارة عن جسيمات، قالك ان الضوء عبارة عن ويف. وهو اول واحد حط لنا الويف ثيوري اللي هي النظرية
الموجية بتاعة الضوء. فمش طبيعي ان عالم يجي يقول الكلام ده والناس كلها تصدقه. فهم حطوا النظرية بتاعته دي تحت اختبارات عشان يأكدوا ان النظرية بتاعته دي صح ولا غلط. فالعلماء ايام زمان كانوا طبعا مطلعين قوانين الانعكاس والانكسار، فهم عارفين ان قانون الانعكاس سيتا واحد بيساوي سيتا اتنين، وعارفين في الانكسار ان قانون سنيل اللي هو بيقول ان واحد ساين سيتا واحد بيساوي ان اتنين ساين سيتا اتنين. فقالك انت هتشتغل على الظاهرتين دول اللي هو الانعكاس والانكسار، طلعت لنا نفس القوانين بتاعتنا، يبقى انت كده النظرية بتاعتك صح. فهو لما جه اشتغل على الريفليكشن قال والله انا طلعت سيتا واحد بيساوي سيتا اتنين، فقالوا انت كلامك صح. طب لما جه اشتغل على الريفراكشن طلع قانون سنيل اللي هو ان واحد ساين سيتا واحد بيساوي ان اتنين ساين سيتا اتنين. قالوا خلاص مادام انت طلعت نفس القوانين بتاعتنا يبقى انت النظرية بتاعتك صح. بدأوا بقى يطبقوا النظرية بتاعته على ايه؟ على الظواهر اللي احنا مش كانوا عارفين يفسروها، زي مين؟ زي التداخل وزي الحيود. طب ماشي. طب قال ايه يا عم نص النظرية بتاعك؟ قال احنا هنجيب مصدر بيطلع طلع مصدر ضوء بيطلع لنا موجات في خط مستقيم بلين ويفز يعني. تمام. وقال لك احنا لو جبنا صد، حاجة اسمها صد اللي هو اسمه ويف فرونت، صدر الموجة، فقال لك هيقطع الخط بتاع الضوء في نقط. فقالك النقط دي احنا بنعتبرها مصدر لموجات ثانوية. النقط دي بنعتبرها ايه؟ مصدر لموجات ثانوية، يعني دي اسمها ويف ليتس. طب يا عم هنجيب الموجات الثانوية يعني هنجيب مكانها ازاي؟ قالك احنا بناخد المماس بتاعها دون بيكون النيو بوزيشن للويف فرونت اللي هو صدر الموجة الجديد. وقال لك ان المسافة ما بين دي ودي بتبقى المسافة ار. تمام. طب قال لك ان احنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فعندنا المسافة هنا بتبقى ار بالنسبة للتغير في الزمن. فاحنا لما نعوز نجيب الار قال لك لنا ان الار هتساوي ايه؟ هتساوي الفي في الدلتا تي. طب هنا الفي دي اللي هي سرعة الضوء في الوسط، طب الدلتا دي الزمن اللي خده من هنا لهنا. طب ماشي. طبق نفس الكلام ده بس مش على مصدر ضوء بيطلع لنا خطوط مستقيمة، لا، طبق الكلام ده على مصدر ضوء بيطلع لنا موجات سفيريكال، موجات دائرية. فقال لك برضو صدر الموجة بيقطعوا في نقط، ويعتبر ان النقط دي مصدر لموجات ثانوية. وقال لك هناخد لها برضك المماس، والمماس ده بيكون النيو بوزيشن، وبرضك المسافة من هنا لهنا ار. بعد كده هتلاقي نص القانون بتاعه. تمام. جه بقى نفصل قال ان الضوء دون احنا عارفين ان الضوء دون اول حاجة هما ليه العلماء ايام زمان معرفوش ان هما يفسروا عملية التداخل والحيود؟ قالك ليه؟ لان الطول الموجي بتاع الضوء احنا عارفينه صغير جدا جدا، فمش كان عارف يعمل قطع او يجيب قطع ضوئية مناسبة للطول الموجي ده. تاني حاجة قالك ان في حاجة اسمها رابid فاريشن، اللي هو حتى لما جم عملوا قطع ضوئية مناسبة للبتاع ده جم بيلاقوا الملاحظة بتحصل بسرعة لدرجة ان هما مش بيلاحظوا التغير بتاعها. فقالك ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها coherent sources اللي هي المصادر المترابطة. ايه هي المصادر المترابطة دي؟ قالك ان المصادر المترابطة دي بتبقى علاقة الطور بين الموجتين بتفضل ثابتة بمرور الزمن. يعني ايه؟ قالك يعني احنا لو عندنا موجتين مع بعض، الموجتين مع بعض دول بيعملوا قمم مع بعض وكيعان مع بعض، فهم هيفضلوا يعملوا قمم وكيعان مع بعض بمرور الوقت. طب لو الموجتين دول بيعملوا قمم وكيعان، لا، هيفضلوا يعملوا كده بمرور الوقت، هيفضلوا ثابتين يعني. قالك طب عشان نعمل تداخل مش عاوزين مصادر مترابطة بس، لا، ده احنا عايزين مصدرين بيطلعوا لنا ضوء، بس المصدرين دول لهم نفس
السعة ولهم نفس التردد. طب اصلا ده كان بالنسبة لهم مستحيل، لان عمرهم ما يعرفوا يجيبوا مصدرين دول لهم نفس السعة ولهم نفس التردد. فحلوا المشكلة ازاي؟ اول واحد حل المشكلة اسمه عالم لوين. قالك العالم لوين قالك انا جبت مصدر واحد سماه S1، وجاب هنا حائل يستقبل عليه، فقالك ان المصدر ده عادي هيطلع شعاع هنا. طب انا عايز اجيب مصدر تاني بيطلع نفس الشعاع ده اللي هو نفس السعة ونفس التردد. قال ايه؟ العالم ده راح جايب مراية وحاططها هنا، فطبيعي لما المصدر ده يطلع شعاع تاني فهيجي على المراية، فالمراية دي هتعكس الشعاع ده فهيبقى هتعكسه كده. فطبيعي ان الشعاع هيكون شبه الشعاع ده لان الاتنين دول جايين من نفس المصدر. وقالك وكأن الشعاع التاني جاي ولا كأنه جاي من مصدر تاني، بس المصدر التاني ده بيكون فيرتشوال تقديري. وهنا العالم ده عارف يحل مشكلة المصدرين اللي بيبقوا شبه بعض في كل حاجة. طب العالم التاني اللي هو العالم يانج، اللي عمل ايه؟ عمل تجربة الدبل سليت اللي هي تجربة الشق المزدوج. جاب مصدر بيطلع لنا موجات سفيريكال ورايح جايب لينا الشق المزدوج، فطبيعي هنا هيروح عامل كده وهنا هيروح عامل كده، وهنا سمى ده مصدر 1 وسمى ده مصدر 2. وطبيعي ده هيكون نفس ده في نفس الساعة ونفس التردد لان الاتنين دول جايين من نفس المصدر ده. فهنا عرفوا يحلوا مشكلة المصدرين اللي بيكونوا لهم نفس الساعة وبيكونوا لهم نفس التردد. فاحنا لما نيجي مثلا نكبر الحاجتين دول هنكبرهم ازاي؟ مثلا احنا عندنا اهو المصدر الاولاني والمصدر التاني اللي احنا بنكبر الحتة اللي كانت ورا. فقالك ان هيطلع قمة، هيطلع قاع، هيطلع قمة، هيطلع قاع، هيطلع قمة، وده هيطلع قمة، هيطلع قاع، هيطلع قمة، هيطلع قاع، هيطلع قمة. فاحنا لو جينا نركز هنا، فانت هنا عندك ايه؟ عندك قاع مع قاع، وهنا عندك قمة مع قمة، وعندك هنا قاع مع قاع، وعندك هنا قمة مع قمة. فالخط ده كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونستراكتيف، يعني النقطتين تداخلوا مع بعض وعملوا لنا تداخل بناء. طب هنا لو جينا لاحظنا عندك هنا قمة مع قاع، وعندك هنا قمة مع قاع، وعندك هنا قمة مع قاع، فطبيعي ان الخط ده بيعمل لنا تداخل ديستراكتيف اللي هو تداخل هدام. طب هنا قمة مع قاع، طب هنا قمة مع قاع، فطبيعي ان الخط ده برضك بيعمل لنا ديستراكتيف يعني تداخل هدام. فنتيجة لتداخل البناء وتداخل الهدام طلع لينا جينا نستقبل الكلام ده على حائل، فكان في النص فيه هنا هدبة مركزية مضيئة اسمها برايت فرينج. تمام، دي نتيجة التداخل البناء. طب نتيجة التداخل الهدام بيحصل هضبة مظلمة اللي هي اسمها دارك فرينج، وهكذا هضبة مضيئة، هضبة مظلمة، هضبة مضيئة، هضبة مظلمة. وتحت نفس الكلام، دي مضيئة يبقى دي مظلمة، دي مضيئة يبقى دي مظلمة. تمام. طب نيجي بقى نشرح او نستنتج او القانون بتاع الدبل سليت اللي هو هيبقى مهم مطلوب علينا. جه العالم جاب مصدر ضوء بيطلع لنا بلين ويفز، بس المصدر الضوء بيكون مونوكروماتيك يعني أحاد الطول الموجي، وكوهيرنت يعني مصدر مترابط، وراح معرض على ثقب هنا كده. فطبيعي ان الموجات هتبقى سفيريكال وبعد كده راح جايب الشق المزدوج هنا، فهيحصل نفس الكلام اللي احنا عملناه. فجينا نكبر الموضوع قالك ان هنا الشق المزدوج اهو S1 و S2. قالك ان المسافة ما بين ال S1 وال S2 سماها ايه. وهنا الحائل او السكرين، هنا السكرين قالك ان المسافة بتكون ما بين الشق المزدوج والحائل بنسميها المسافة S. تمام. واحنا عارفين ان اللي في النص هنا تبقى ايه؟ الهضبة المركزية المضيئة. تمام. احنا عندنا مثلا S1 طلع لنا سهم كده، و S2 راح نطلع لنا سهم كده. تمام.
فطبيعي ان السهمين دول مش طالعين من نفس المكان، في فرق مسار ما بينهم. فرق المسار ده ايه؟ لو جينا خدنا عمودي هنا كده، فدون الحتة دي بس اسمها فرق المسار، بنسميها دلتا. تمام. طبعا في شعاعات كتير بتنزل، فاحنا لو جينا في المثلث الصغير ده كده، ده كده، تمام. المثلث ده احنا هنسمي الزاوية دي هنسميها سيتا، والزاوية دي هنسميها ستار، واحنا عندنا دي هنسميها سيتا برضو. فالزاوية سيتا دي زي ما انت عندنا المسافة دي من هنا لهنا بنسميها واي. تمام. فقالك الزاوية دي زي ما انت شايفها مش بتكون كبيرة قوي كده، لا، ده الزاوية دي في الحقيقة بتكون very small، يعني صغيرة جدا جدا. فطبيعي لما بتكون الزاوية صغيرة بتكون ايه؟ بيكون ساين سيتا بيساوي تان سيتا. طب تمام. طب ايه هو ساين سيتا هنا او تان سيتا هنا؟ تان سيتا احنا عارفين المقابل على مجاور، فالمقابل عندنا واي والمجاور عندنا اس، يبقى هتساوي واي على اس. تمام. طب احنا عايزين نجيب ساين سيتا دي، في المثلث ده بقى، في المثلث ده هنجيب ساين سيتا دي ازاي؟ هنروح جايبين ساين سيتا دي مقابل على الوتر، المقابل بتاعها دلتا والوتر بتاعها ايه. تمام. طب لو عايزين نجيب دلتا لوحدها، دلتا هتساوي ايه؟ دلتا هتساوي ايه في ساين سيتا؟ طب ساين سيتا دي احنا جايبينها بكام؟ هي بتساوي واي على اس، يبقى هتساوي ايه في الواي على الاس. قالك ان الايه في الواي على الاس دون لها حالتين، يا اما تبقى كونستراكتيف يعني بتعمل تداخل بناء وطبعا هتدينا هدى برايت يعني مضيئة، او يا اما تبقى ديستراكتيف بتعمل تداخل هدام، فطبيعي هتدينا دارك هدى مظلمة. قالك لو بتدينا التداخل بناء، قالك ان المقدار ده اللي هو الايه في الواي على الاس هيساوي ايه؟ هيساوي ام في لامدا. تمام. طب لو بتعمل تداخل هدام، قالك ان المقدار ده اللي هو الايه في الواي على الاس بيساوي ايه؟ قالك هيساوي ام زائد نص لامدا. تمام. تمام. ده كده اثبات القانون بتاع الدبل سليت. طب تمام، لسه في شوية. طب احنا عندنا الواي، فاحنا عايزين نفرق ما بين الواي دي والواي دي، فعشان هنا في النوع ده بيحصل هدى مضيئة بي برايت يعني، يبقى هنسمي دي واي بي وهنا هنسميها واي دي. فاحنا لو عايزين نجيب واي بي دي من القانون ده، فالواي بي هيساوي ام في لامدا في اس على ايه. طب لو عايزين نجيب الواي دارك، قال الواي دارك هيساوي ام زائد نص لامدا في الاس على الايه، الاس على الايه. ده كده اثبات القانون بتاع الدبل سليت. تمام. هنيجي بقى نحسب حاجة تانية اللي هي الشدة. طب احنا الحائل ده او السكرين ده في تجربة الشق المزدوج، فبيبقى في هدى مضيئة وهدى مظلمة، هل كلهم لهم نفس الشدة ولا لأ؟ طب لما بنبعد عن الهدى المركزية المضيئة، لما بنبعد عنها سواء من فوق او من تحت، الشدة بتقل ولا بتفضل ثابتة؟ ده اللي احنا عايزين نثبته، والاثبات ده مهم برضو، عايزين نثبته، عايزين نعرف ان الشدة بتفضل ثابتة ولا الشدة بتتغير. اللي هو الشدة اللي هو الانتنستي. تمام. فقالك احنا لو جبنا الشق المزدوج دون اللي هو S1 هنا و S2 وهنا الحائل، تمام، وهنا مثلا دون طلع موجة بالشكل ده وده طلع موجة بالشكل ده، فطبيعي ان في فرق مسار ما بينهم. طب انا عايزة اجيب المجال الكهربي اللي طالع من المصدر الاولاني دون، فانا لو عايزه اجيب الاي بالنسبه للمصدر الاولاني، فقالك بتساوي ايه؟ قالك بتساوي اي نوت ساين 2 باي اف 15. طب انا عايزه اجيب المجال اللي طالع من اس 2، قالك ان الاي بالنسبه للاس 2 قالك بتساوي اي نوت ساين 2 باي اف 15 بس هنا زائد
حاجة اسمها فيز ديفرنس. الفيز ديفرنس دي لان الطبيعي الاتنين مش طالعين من نفس المكان، يعني في هنا فرق مسار. وقالك ان الفيز ديفرنس دي هي اللي بتعمل يا اما تداخل مضيء او مظلم. تمام. طب الموجتين دول مش طالعين من نفس المكان، يعني مثلا لو الموجة الاولانية اللي طالعة من المصدر الاولاني كده، فالموجة التانية هتكون طالعة كده، يعني في فرق مسار. قالك فرق المسار دون بيساوي لمدة، ده دي لو مسافة. وقالك فرق المسار دون بيساوي 2 باي لو زاوية، بس مش بنسميها دلتا هنا، بنسميها ايه؟ بنسميها الفيز ديفرنس اللي هي دي. طب انا لو جيت وقلت ان الفيز على الدلتا هيساوي ايه؟ قالك الفيز على الدلتا هيساوي 2 باي على لمدة. طب انا لو عايزة اجيب الفيز لوحدها، قالك الفيز لوحدها هتساوي ايه؟ قالك هتساوي 2 باي على لمدة في الدلتا. تمام. القانون ده يتحفظ عشان هنشوفه في الإثبات دلوقتي. أيوة الإثبات. فاحنا جبنا عندنا هنا المجال الكهربي اللي طالع من المصدر الأول والمجال الكهربي اللي طالع من المصدر التاني. طب أنا عايزة أجيب المجال الكهربي الكلي، هجمع الاتنين دول مع بعض. فلما أجيب المجال الكهربي الكلي، قالك هيساوي ايه؟ هيساوي اي نوت ساين 2 باي اف تي زائد الاي نوت ساين 2 باي اف تي زائد الفيز ديفرنس. تمام. طب احنا عايزين نحسب الشدة، فقالك المعادلة دي لو احنا ربعناها، قالك ان الاي تربيع بتساوي الاي اللي هي الشدة. قالك هتساوي ايه؟ قالك احنا لو هنحسب الحتة دي هنحسبها قالك عشان نربع كل ده بدل ما يدينا الميكانيكية بتاعتها، فطلع لنا الناتج في الاخر اللي هو اي بتساوي اي نوت كوزين تربيع الفيز على 2. تمام. قالك لو احنا بنشتغل على هدبة مركزية مضيئة، فالهدبة المركزية المضيئة بتبقى الناتج ده الساين ده كله بيبقى ناتج الساين ده كله بصفر. تمام. فمادام ناتج الساين ده كله بصفر، تبقى الاي هنا بتساوي اي نوت، يبقى الاي بتساوي اي نوت، يبقى الاي نوت هنا في اول حالة بتساوي اي نوت. طب في الحالة التانية برضك هيبقى ده كله بصفر، يبقى هنا هتساوي اي نوت برضو، بس اي نوت زائد اي نوت تربيع هتساوي في الاخر 4 اي نوت تربيع. تمام. 4 اي نوت تربيع. واحنا عارفين ان الفيز دي احنا قلنا القانون بتاعها ايه؟ 2 باي على اللمدة في الدلتا. تمام. طب لما نيجي نعوض في القانون ده، قالك يبقى هنا الاي هتساوي 4 اي نوت تربيع كوزين تربيع الفيز اللي هي ايه؟ 2 باي في الدلتا على لمدة. طب الدلتا دي احنا جايبينها في الاثبات اللي هي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الايه في الواي على الاس، يعني هتساوي 4 اي نوت تربيع كوساين تربيع 2 باي ايه في الواي على الاس. تمام. ده القانون اللي بيحسب لنا الشدة ده بالظبط، ده الاي. طب انا عايز اعرف الشدة لحد دلوقتي لسه ما عرفتش بتفضل ثابته ولا بتفضل متغيره ولا ايه النظام. قال لك خلاص احنا عشان نثبت هنشتغل على واي برايت اللي هو الهدبة المضيئة. طب قال لك الهدبة الواي دي اللي احنا لسه جايبين القانون بتاعها اللي هي كان بيساوي ايه؟ بيساوي ام لامدا في اس على ايه. تمام. قال لك احنا هنشتغل في الهدب المضيئة دي على السنترال برايت، يعني الهدبة المركزية المضيئة. وقال لك احنا هنشتغل على الفيرست برايت الهدبة المركزية الأولى المضيئة. فقال لك في السنترال برايت تبقى الام بتاعتها بصفر، رقم الهدبة بصفر، وفي الفيرست تبقى الام بتاعتها بواحد. فاحنا لما نيجي نعوض في القانون ده فصفر في أي حاجة بصفر. قال لك يعني في السنترال برايت الواي بي هنا بيساوي 0. تمام. طب لما نيجي نعوض في القانون ده، انت عندك الواي ده بزيرو، يعني الناتج ده كله بزيرو، واحنا عارفين ان كوزين الصفر بواحد، يعني الاي هنا هتساوي ايه؟ قال لك الاي هنا هتساوي 4 اي نوت تربيع. تمام. ده الاي في السنترال برايت. هنشوف الاي في الفيرست برايت. قال لك ان الام هنا بواحد، يعني الواي هنا قال لك الواي هنا هتساوي ايه؟ ام في لامدا في اس على ايه. تمام. هنيجي نعوض هنا، هنشيل الواي ونكتب هنشيل الواي ونكتب ام في لامدا
احنا شلنا الام دي بواحد، يبقى اللامدا في اس على ايه. قالك ماشي، هنشيل الواي دي وهنكتب لامدا في الاس وتحت ايه. تمام، فاحنا عندنا الاس هتطير مع الاس. تمام. آه بصوا يا شباب، في القانون اللي هو بتاع الاي، احنا قايلين ان الاي هنا كانت بتساوي ايه؟ 2 باي على اللامدا. فاحنا هنا احنا نسينا نكتب اللامدا هنا. تمام، نسينا نكتب اللامدا هنا. واحنا عارفين ان الدلتا بتساوي ايه؟ الدلتا بتساوي ايه في الواي على الاس، يبقى الايه في الواي على اس. تمام، ده القانون. وهنا بيبقى في 2 كمان، فالاتنين دي بتطير مع الاتنين دي. فهنا لما نيجي نعوض في القانون دوت، عندك هنحط هنا بردك فوق هيبقى في لامدا في اس وتحت ايه، فاللامدا الاس هتطير مع الاس والايه هتطير مع الايه، هيبقى هنا بردك الناتج ده كله بواحد. يبقى هنا بردك الاي هتساوي 4 اي نوت تربيع برضو، يعني معناها ان الشدة بتفضل ثابتة ما بتتغيرش. تمام. هنيجي على احد تطبيقات بتاعة التداخل اللي هو سين فيلم انترفيرنس، اللي هو التداخل في الاغشية الرقيقة. تمام، فاحنا عندنا مثال السوب بابل والاويل سليكس. فاحنا عندنا اللي هي فقاعة الصابون لما بنيجي ننفخ فيها، فقالك بتبقى عبارة عن كده، بيبقى فوق هوا وتحت هوا، بيبقى في حاجة جوه الفيلم. الفيلم ده المادة هي اللي بتعمل لنا الغشاء الرقيق. تمام. طب في الاويل لو جينا بصينا على الفقاعة بتاعة الصابون بنلاقي فيها الوان الطيف السبعة. الالوان الطيف السبعة دي بتكون ناتجة عن ايه؟ تبقى ناتجة عن التداخل. طب هنا في الاويل سليكس قال احنا لو جبنا كوباية مية وحطينا عليها زيت، فالزيت هيظهر كبقعة كده، وبرضك هنشوف الوان الطيف السبعة نتيجة التداخل. طب احنا لما في ناس بتيجي تلبس نظارة، لما بتيجي تتصور بيبقى الفلاش بتاع الكاميرا بيجي على النظارة، ف بيبقى الفلاش باين في النظارة، يعني العين مش بتبقى ظاهرة. فاحنا لما بنبقى عايزين نشيل الموضوع ده بنعمل ايه؟ فاحنا بنحط في عدسة النضارة مادة، المادة دي بتيجي على الضوء المنعكس من الفلاش بتاع النضارة، بتعمل ايه؟ بتعمل تدخل هدام في الضوء المنعكس ده فيتلاشى، فالفلاش مش هيظهر، هتبقى لابس النضارة عادي والصورة هتبقى موجودة، عينك هتبقى ظاهرة، مفيش فلاش موجود. طب احنا في لما بنيجي نستخدم الكاميرات في استديوهات او في الميكروسكوب، بنيجي نشوف حاجة، فاحنا لما بنيجي نشوف بيبقى فيه برضك ضوء منعكس. الضوء المنعكس ده انا مش عايزاه يمشي، لا ده انا عايزه اخده واقويه عشان يوضح لي الصورة اكتر. فاحنا هنا في التداخل بنعمل حاجتين على حسب الاستخدام اللي انا عايزاه، يا اما اعمل انتي ريفليكشن كوتنج اللي هو AR، ده لما مش اكون عايزة الضوء المنعكس دون بعمله تداخل هدام، يا اما اكون عايزة اعمل هاي ريفلكتنج كوتنج، يعني انا عايزة اقوي الضوء المنعكس ده واخليه يعمل تداخل بناء. طب هنيجي نشتغل على السنجل فيلم انترفيرنس، تداخل في الافلام الرقيقة. الافلام الرقيقة دي بتبقى ضعيفة جدا جدا لدرجة ان انا لو مسكتها بايدي تتكسر. فاحنا نعمل ايه؟ بنحطها على الركيزة. الركيزة دي مثلا اهي بنسميها سبستريت، بيبقى لها معامل انكسار بنسميه NS. تمام. طب وبعدين بنروح حاطين عليها الفيلم اهو. تمام. الفيلم ده بيبقى له سمك معين تي، وبيبقى لها معامل انكسار بنسميه NF. قالك احنا بنعمل ايه؟ قالك ان احنا بنروح جايبين الضوء بيسقط على الفيلم. تمام. ففي جزء منه بينعكس وجزء منه بينكسر جوه، فالجزء اللي بينعكس اهو بنسمي الشعاع ده رقم 1. طب الجزء اللي بينكسر بيبقى
عندنا هنا معامل انكسار الهواء داخل على معامل انكسار غير الهواء خالص، فهينكسر مقتربا من العمود المقاوم، هينكسر كده. تمام. طب الحتة الشعاع دون في جزء منه هينكسر ويخش جوه سبستريت انا مش عايزاه، وفي جزء منه هينعكس انا عايزاه. تمام. طب الجزء اللي هينعكس ده في منه جزء هينعكس وفي جزء منه هينكسر، ده هنسميه شعاع رقم 2. وهنا هتفضل نفس الحاجة شغالة، هطلع لنا شعاع بره وشعاع جوه وشعاع بره وشعاع جوه. بتحصل حاجة هنا اسمها مالتي ريفليكشن، انعكاسات كتير، بس احنا بناخد اول شعاعين عشان دول بيبقى ظاهرين عندنا، بيبقى الباقي بيبقى ضعيف، لان كل ما الشعاع بينعكس وينكسر كتير شدته بتقل، فاحنا مش بنلاحظها. تمام. فاحنا هنسمي النقطة دي A والنقطة دي B والنقطة دي C. تمام. احنا هنبقى شغالين في السنجل فيلم دون، عايزين نجيب فرق المسار الكلي. فاحنا اول حاجة هنجيب فرق المسار في الانعكاس، وهنجيب فرق المسار في الانكسار، وبعدين هنجيب فرق المسار الكلي، فاحنا هنضطر نجمع الاتنين مع بعض. تمام. طب عشان اول نجيب فرق المسار في الانعكاس والانكسار لازم نفهم شوية حاجات في الانعكاس وشوية حاجات في الانكسار. قالك في الانعكاس اللي هو الريفليكشن، قالك في حالتين. قالك لو الشعاع اللي هو بينعكس دون منعكس من معامل انكسار ضعيف او قليل لمعامل انكسار هاي يعني عالي، فقالك بيبقى ده شكله، يعني لو دون بيسقط بقمة وقاع قالك ده هينعكس بقاع وقمة. قالك ان الباس ديفرنس اللي هو فرق المسار قالك هنا هيساوي لمدة على الاتنين. طب الفيز ديفرنس قالك هنا بتساوي باي. تمام. طب قالك لو هنا الشعاع الساقط واللي انعكس بس من هاي للو ان، قالك لا، ده لو هيسقط بقمة وقاع هينعكس بقمة وقاع. قالك هنا ولا بيكون في باص ولا بيكون في فيز ديفرنس، ما بيكونش في حاجة من الاتنين دول. تمام. ده في الانعكاس نفهم الحالتين دول. قال عشان نشوف في السنجل فيلم هل هنا انعكس من معامل انكسار عالي لقليل ولا من قليل لعالي، عشان نعرف نجيب فرق المسار. طب تمام. طب في الريفراكشن قالك لا، بيبقى الشعاع ساقط وبينكسر، فبيحصل ايه؟ بيحصل قانون سنيل. او قبل ما نشوف قانون سنيل قالك ان هو لما بيسقط بيبقى ساقط في وسط له معامل انكسار، والوسط دون بيكون له سرعة، والوسط دون بيكون له سيتا اللي هي زاوية السقوط، وقالك ان الوسط دون بيكون له طول موجي والوسط ده بيكون تردد. فلما بيجي ينكسر لوسط تاني قالك بيكون له معامل انكسار تاني خالص مختلف عن الاولاني، له سرعة مختلفة عن التانية خالص، له سيتا 2 اللي هي المنكسرة مختلفة عن الاولانية، له لمدة مختلفة عن الاولانية، بس نفس التردد. يعني بيختلفوا في كل حاجة الا التردد بيفضل ثابت. طب لما نيجي نشوف قانون سنيل اللي هو ان 1 ساين سيتا 1 بيساوي ان 2 ساين سيتا 2، فقالك ان الفي 1 على الفي 2 هنا هيساوي ساين سيتا 1 على ساين سيتا 2 هيساوي لمدة 1 على لمدة 2 هيساوي ان 2 على ان 1. فهو قالك لو انا شغال على وسط هوا فطبيعي ان 1 دي هتساوي 1. تمام. وان 2 دي هيسميها ان. تمام. طب لو انا شغال في وسط هوا وقالك ان لمدة 1 دي اسمها لمدة نوت، قالك يبقى انا لا هنشوف لمدة نوت على لمدة ان، لمدة في اي الانكسار التاني بيساوي ان على 1. طبعا لو عايزة اجيب اللمدة نوت قالك ان اللمدة نوت هنا هتساوي ايه؟ لمدة ان في الان. تمام. طبعا احنا بقى هنحاول عندي فرق المسار اللي جاي من الانعكاس وفرق المسار اللي جاي من الانكسار اللي هما من الشعاعين اللي هو 1 و2، وبعد كده هنجيب فرق المسار الكلي. طب فرق المسار اللي جاي من الانعكاس هنجيب من ري 1 الخط الاولاني وري 2 الخط التاني. فري 1 الشعاع الانعكاس الاولاني جاي من ايه؟ جاي من قليل لعالي. الشعاع الانعكاس ده الاولاني ده كان جاي من قليل وانعكس لعالي عشان كان الاير هنا منخفض وان الفيلم عالي، يبقى جاي من قليل لعالي. من قليل لعالي فين؟ من قليل لعالي. قالك ان الباس ديفرنس هنا بيساوي ايه؟ قالك الباس ديفرنس بتبقى باي على لامدا على الاتنين، والفيس ديفرنس بتبقى باي. طب ري 2 قالك ري 2 لا، بيبقى جاي من هاي للو،
من هاي للو بيقولك ولا بيبقى فيه باص ولا بيبقى فيه فيز. تمام، ده احنا كده جبناه من الانعكاس. طب من الانكسار، قالك من الانكسار قالك بنجيب ايه؟ بنجيب حاجة اسمها geometrical path difference، فرق المسار الهندسي، لان طبيعي ان الشعاعين دول مش جاي يعني في بينهم فرق مسار. طب انا عايزه اجيب فرق المسار اللي هو فرق المسار الهندسي اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه دلتا جي. طب عايزه اجيبه، فقالك بص المسافه دي عشان اوصل اجيب المسافه ما بينهم، قالك في هنا A وفي هنا B وفي هنا C، فاحنا لو جمعنا A B زائد B C هنجيب فرق المسار الهندسي، يبقى هتساوي A B زائد B C. تمام. تمام. طب انا عايزه اجيب حاجه اسمها normal incidence اللي هي مرحله السقوط العمودي. يعني احنا لو عندنا الفيلم اهو وعندنا الشعاع سقط بس بشكل عمودي مش بزاويه، فطبيعي هينعكس عمودي، ولما يجي يرجع هيرجع بشكل عمودي، فيبقى هنا بيبقى له سمك تي، الفيلم بيبقى له سمك تي. تمام، فلما اجي اجيب فرق المسار الهندسي هنا هيبقى هنا في المرحلة دي هيساوي ايه؟ فهنا نزل بتي وطلع برضك نفس المسافة تي، يبقى هيساوي 2 تي. طب انا عايزة اجيب حاجة اسمها اوبتيكال باز ديفرنس، الاوبتيكال باز ديفرنس اللي هي بيبقى اسمها دلتا بي. قالك ايه؟ احنا اللي هي القانون ده بيبقى بره المادة ولا جوه المادة؟ احنا هنا اشتقناه منين؟ اشتقناه من جوه المادة. طب انا عايزه اجيب الدلتا بي بس بره الماده، قالك هنضرب القانون ده او ال2 تي دي في ان، ال2 تي في ان. طب انا خلاص انا كده جبت فرق المسار في الانكسار، فرق المسار في الانعكاس. انا عايزه اجيب فرق المسار الكلي، قالك اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى دلتا ار زائد الدلتا بي. تمام، قالك هنا هيساوي ايه؟ هيساوي اللامدا نوت، قالك بيساوي لامدا نوت على 2 زائد 2 تي ان في اف. تمام، ده كده فرق المسار الكلي. قالك لو الناتج ده كله، قالك لو هو بيساوي ام في لامدا، قالك يبقى هنا برايت، يبقى هضبة مضيئة. قالك طب لو يساوي ام زائد نص لامدا، يبقى هنا دارك يعني هضبة مظلمة. تمام، يبقى ومدام هضبة برايت يبقى ايه؟ تداخل بناء كونستراكتيف، ومدام دارك يبقى هنا ديستراكتيف يعني تداخل هدام. هنيجي على عنوان جديد اللي هو الديفراكشن اللي هو الحيود. الديفراكشن اللي هو الحيود، قالك الحيود ده لو حصل فبيحصل نتيجة حاجتين، الحاجتين دول نتيجة ايه؟ قالك يا اما بيحصل نتيجة ان هو عدى من سمول هول، قالك او نتيجة ايه؟ شار ادج، حافة حادة. فلو جبنا مصدر بيطلع علينا بلين ويفز يعني خطوط مستقيمة، وجبنا هنا سمول هول، تمام، فاحنا وهنا مثلا جبنا مصدر بيطلع علينا خطوط مستقيمة، وجبنا هنا شارب اتش. قبل ما نعرف اي حاجة لازم نعرف معلومة في الضوء. قالك ان الضوء فيه خاصية اسمها خاصية ايه؟ اسمها خاصية تماسك. قالك ان الفوتونات اللي بتبقى بتاعة الضوء بتبقى متماسكة، يعني الشعاع ده بيبقى متماسك مع الشعاع ده، بيبقى متماسك مع الشعاع ده، متماسك مع الشعاع ده. فطبيعي لما بيجي الضوء يمشي يجي عند الحافة الحادة بيعترض، بيجي عند الحافة الحادة بيعترض، بس في نفس الوقت ان الاربعة دول متماسكين مع بعض، يبقى عشان هما لهم خاصية. طب الاتنين دول اعترضوا والاتنين دول هيضطروا يمشوا في طريقهم. طب هيمشوا في طريقهم ازاي وانا لسه ماسكه هنا؟ فطبيعي ان هو مش هيفضل ماشي في الخط المستقيم، هيضطر يحيد عن المسار بتاعه بالشكل ده كده، لان متماسك، فهيضطر هيمشي ازاي؟ هتلاقيه ماشي كده. فمدى بدل ما كانت الموجة بلين ويفز بقت ايه؟ سفيريكال ويفز. تمام. طب هنا نفس الكلام، ده متماسك مع ده، متماسك مع ده، متماسك مع ده، هيجي هنا ده يعترض، هيجي هنا ده يعترض، هيجي ده هيمشي، هيجي هنا ده يعترض، بس ده لما يجي يمشي برضك هو لسه متماسك، هيفضل يمشي 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 وهو لسه متماسك مع ده. فاول ما يعدي من السمول هول لا، هيروح سايبهم. تمام، بس لما هيسيبهم هيعمل ايه؟ هيروح
هيعمل عملية حيود، هينتشر بقى عشان هو كان متماسك، كان ممسوك، لا اول ما يروح سايبهم هيروح منتشر. فبدل ما كانت برضك هنا بلين ويفز هيبقى هنا ايه سفيريكال ويفز. فاحنا عندنا 3 اشكال ممكن الضوء يعدي منهم، يا اما يكون ثقب اسمها ايه اسمها هول، او ممكن يكون سنجل سليت، تمام، ده بيبقى كله فاضي، تمام، ده بيبقى شكل الثقب يعني، او يا اما يكون شار ايدج. فهنا الشكل الموجة اللي طالعة هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عبارة عن قمة وقاع، قمة وقاع فوقيها كده، تمام، ده كده قاع، قمة وقاع فوقيها كده، تمام، ده يبقى الشكل طالع، تمام. طب هنا قالك هيبقى طالع هضبة مركزية مضيئة كده على شكل مستطيل، وبعدين هيحصل هضبة مظلمة، وبعدين هضبة مركزية مضيئة، وبعدين هضبة مظلمة، وبعدين هضبة مركزية مضيئة وهضبة مظلمة. طب احنا عندنا هنا مش عندنا حافة واحدة زي دي، لا ده انا عندي هنا حافة 1 حافة 2، فيبقى في برضك على الجانب الشمال نفس الكلام. بس احنا هنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا هنا ان الشدة بتقل، الشدة ما بتفضلش ثابتة، يبقى الشدة بتفضل ثابتة في مين؟ في تجربة الشق المزدوج بس، بعد كده الشدة ما بتفضلش ثابتة، بتقل كل ما بنبعد عن الهضبة المركزية المضيئة. طب هنا في الزاوية الحادة في الشارب ايدج هنا حافة واحدة يعني مش حافتين زي دي، فيبقى نفس الناتج ده، بس هنختار جنب واحد بس مش الجنبين، يعني لو كده هتبقى مظلم مضيء مظلم مضيء مظلم بس، تمام. طب هنيجي نشوف الحيود فين؟ في السنجل سليت، تمام. هنشوف القانون بتاعها او شوية الكلام اللي عليها، تمام. قالك انا هجيب ضوء بيطلع علينا بلين ويز، تمام، بلين ويز بالشكل ده، وقالك هنا هنجيب السنجل سليت، تمام، وهنا هنجيب الحائل او السكرين اللي هنستقبل عليه. فقالك المسافة من هنا لهنا هنسمي المسافة دي بي، وقالك هنسمي المسافة من هنا لهنا هنسمي المسافة ال، تمام. طب قالك هنا اللي بيحصل هنا عايزين هنثبت ان الشدة هنا ما بتفضلش ثابتة، الشدة هنا بتقل. فاحنا لو التجربة دي قدامنا واحنا شايفينها من فوق، يعني الحاجة دي قدامنا كده وانا باصص عليها من فوق، قالك ان شدة الهضبة المركزية المضيئة هتكون اعلى شدة، وكل ما بنبعد عنها سواء من فوق او من تحت الشدة هتقل، هتكون شبه الموجة المميتة. ازاي؟ يعني مثلا الهضبة المركزية المضيئة تبقى اعلى شدة كده بالظبط، وبعدين ايه؟ بعدين هتروح من هنا هضبة مظلمة اللي هي دي، وبعدين هضبة مضيئة، وبعدين هضبة مظلمة، وبعدين هضبة مضيئة، شبه الموجة المميتة كده. ودي هيبقى هيدينا مظلم برضو اهي، مضيء مظلم مضيء، تمام. طب احنا يعني دي هتبقى المضيئة اللي هي الام اللي بتاعتها بتكون بيساوي 0، ودي المظلمة الأولى ام بيساوي 1، ودي المضيئة التانية، ودي الهضبة المظلمة التانية اللي هي ام بتساوي 2، ودي المضيئة، تمام. طب دي المظلمة اللي هي ام بتساوي -1، ودي المضيئة، وهنا الام بتساوي -2 ودي المضيئة، تمام. قالك احنا في التجربة دي بنشتغل ايه؟ بنشتغل على المظلم بس، نشتغل على ايه؟ نشتغل على المظلم بس، ملناش دعوه بالمضيء، تمام. قالك طب المسافه بين المسافه لاي هضبه مظلمه اللي هي الواي مينيمم قالك بتساوي ايه؟ قالك ان الواي مينيمم دي بتساوي ايه؟ قالك ام في اللامدا في ال على البي، ام لامدا ال على البي. طب لو جينا نعوض هنا كده نبص، قالك ان ام 2 لو جينا نعوض في القانون ده هيبقى ايه؟ هيبقى 2 لامدا ال على البي. طب هنا قالك هيبقى لامدا ال على البي، طب هنا سالب لامدا ال على البي، هنا -2 لامدا ال على البي. طب انا عايزة اجيب سمك الهضبة سمك الهضبة المركزية المضيئة دي اللي هي في النص دي، عايزة اجيب سمكها، هنجيبها ازاي؟ فلو احنا طرحنا ده من ده هيدينا ايه؟ هيدينا سمك الهضبة المركزية المضيئة، لان هي بينهم هما الاتنين. فاحنا لما نيجي نجيب الويدز اوف central
براي سمك الهضبة المركزية المضيئة. هنطرح الاتنين اللي هي ايه، اللي هي لمدة ال على البي ناقص سالب لمدة ال على البي، فسالب في سالب بموجب، هيدينا في الاخر ايه، 2 لمدة ال على البي. يبقى سمك الهضبة المركزية المضيئة هيساوي ايه، هيساوي 2 لمدة ال على البي. طب عايزة عندك الهضبة المركزية، الهضبة المظلمة الأولى عندك بلمدة ال على البي، طب الهضبة المظلمة التانية باتنين لمدة ال على البي، طب الهضبة المظلمة التالتة بتلاتة لمدة ال على البي. فطبيعي المسافة اللي هتكون ما بين هضبة مظلمة وهضبة المظلمة اللي بعدها هتكون المسافة ايه، هنطرح الاتنين من بعض تبقى المسافة لمدة ال على البي. يبقى المسافة بين أي هضبة مظلمة والتانية لمدة ال على البي. سمك الهضبة المركزية المضيئة هيساوي ايه، 2 لمدة ال على البي. طب عايزين شرط الحيود دون ايه. قبل ما نشوف شرط الحيود، التجربة دي لما بنيجي نعملها في المعمل، التجربة ال دي ما بتكونش رقمها طبيعي، يعني السنجل ست بيبقى هنا والسكرين ده بيبقى على بعد أكبر من 2 متر، فبتبقى التجربة صعبة شوية. فأنا عشان أعمل ايه، عشان اقرب المسافة دي شوية، فقالك ان احنا بنحط هنا عدسة عشان يتجمع الاشعة المتفرقة دي، تجمعها وتقلل المسافة، فتبقى المسافة من هنا لهنا نسميها مثلا المسافة اف. فايه، قالك عشان شرط الحيود ده يحصل بتبقى ال اكبر بكتير من الاف. بس كده هنخلص.